يحكى إن في أحد الأزمنة في الصين كان فيه ملك حكيم إيجابي جدا ونشيط وبيحب الشغل وبيكره الكسل والخمول. حب يختبر شعبه هل هم من النوع الإيجابي النشيط ولا الكسول المتذمر. فأمر جنوده إن هم يطلعوا بالليل ويحطوا صخرة كبيرة على أول الطريق الرئيسي للبلد ويقفلوه، وواحد منهم يفضل يراقب الوضع من بعيد علشان يجي ينقله ردود الأفعال أما الناس تشوف الصخرة دي هيعملوا إيه. المهم جه النهار بقى والناس صحيت، وأول واحد عدى على الصخرة دي كان تاجر كبير ومعروف في البلد. أول ما شاف الصخرة زعل جدا واتعصب واتضايق وفضل يزعق ويشتكي ويتذمر من وجود الصخرة دي. هي الناس مش بتشيل الصخرة دي من هنا ليه؟ أنا هروح أشتكي للحاكم. ولف ورجع تاني. شوية جه خياط البلد شاف الصخرة عمل نفس اللي عمله التاجر الأولاني وقال لازم اللي حط الصخرة هنا يتعاقب عقاب شديد علشان هو مهمل. ومشي هو كمان شوية كده وجي 3 شباب أصدقاء فضلوا ال3 يلفوا حوالين الصخرة كده وهم بيسخروا من وجودها وبيزعقوا ومش عاجبهم، وبدأوا ان هم يغلطوا في حاكم البلد ان هو خلاص كبر بقى ومش قادر يوفر طريق سليم لشعبه علشان يمشوا منه. وفضلت الصخرة على الحال ده لمدة يومين، محدش أبدا حاول ان هو يشيلها من مكانها. كل اللي يجي ويلاقيها يفضل يزعق ويشتكي ويتذمر بدون أبدا ما يحاول ان هو يبعدها عن الطريق، لغاية اما جه فلاح بسيط راجل كبير في السن كده شاف الصخرة ما نطقش. كل اللي عمله ان هو شمر ايديه وبدأ يزق في الصخرة ديت بأقصى مجهود عنده بدون ما يتكلم، وفضل على الحال ده فترة طويلة وبذل مجهود كبير جدا علشان يبعد الصخرة عن الطريق. وبالفعل بعد مجهود كبير نجح ان هو يبعد الصخرة عن الطريق الرئيسي. اتفاجئ ان تحتيها في صندوق. بيفتح الصندوق ده لقى فيه ذهب كتير جدا ورسالة من حاكم البلاد الى من يزيل هذه الصخرة عن الطريق. هذه مكافأة بسيطة علشانك لانك انسان ايجابي بادرت بحل المشكلة بدلا من التذمر والشكوى والتجاهل. العبرة من القصة دي ان الانسان لازم يكون عنده الاحساس بالمسؤولية ويكون عنده روح المبادرة والعمل ومواجهة الصعاب والمشاكل بدل من التذمر والشكوى علشان يكون إنسان إيجابي وتنفع بلدك وتنفع نفسك قبل أي حد.